مكملين مع حضراتكم الأخبار المتعلقة بالحادثة الفظيعة اللي حصلت في منطقة الحمدانية في محافظة النوى العراقية. حادث حريق حفل زفاف حنين وريفان اللي أشعل الرأي العام العراقي والعربي في الأيام اللي فاتت. الحادث اللي راح ضحيته أكتر من 107 قتيل و86 جريح. أسأل الله العظيم أن يرحم المتوفيين وأن يشفي كل المصابين. وكنا عرفنا امبارح إن والد حنين عروسة الحمدانية اتوفى في المستشفى أثر حروق كتير، وبكده تكون العروسة حنين فقدت معظم عيلتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. والنهاردة عرفنا إن العروسة حنين ما قدرتش تتحمل الصدمة وتعبت وجالها انهيار شديد جدا ونقلوها المستشفى، وكان معاها جوزها ريفان اللي ما سابهاش لحظة واحدة من ساعة الحادثة. بجد ربنا يصبر قلوبهم ويعديهم من الموقف الصعب اللي هم فيه ده على خير.